بما ان احنا دخلنا في موسم المدارس، فحابة في الفيديو ده اشارك معاكم تطبيقات هتساعدكم بشكل كبير في الدراسة، وفي منهم انا شايفة انهم تطبيقات اساسية للموبايل. ده هيكون الجزء الاول منه، فلو حبيتوا النوع ده من الفيديوهات عرفوني تحت في التعليقات، وبرضو اكتبولي تحت اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية علشان اشتغل عليهم. ويلا نبدأ. اول تطبيق هو جوجل كيب. بصراحة التطبيق معايا حتى لما ما بيكونش فيه موسم دراسة، بقالي فترة كبيرة بستخدمه، يعني 3 سنين تقريبا او اكتر. التطبيق ده من اسمه بيكيب الملاحظات او بيحفظ الملاحظات، الافكار، اي حاجة تخطر في بالكم وعايزين تكتبوها بشكل سريع وبطرق مختلفة، سواء كانت بالطريقة العادية الكيبورد، او ممكن تكتبوا بايديكم في صفحة فاضية مثلا، تختاروا شكل الصفحة، تقدروا تختاروا نوع القلم، الخطوط، المقاسات، الالوان، يعني تقريبا معاكم ورقه وقلم، والهايلايت بقى بالوانه، وممكن تكتبوا كذا نوت في نفس الورقه، فالموضوع حلو جدا بصراحه. ممكن تستخدموا التطبيق ده برضو في كتابة المهام، وتقدروا تختاروا انه يذكركوا بالمهمة دي، يعني ممكن تقولوا ان التطبيق ده 2 في 1. بما اننا ذكرنا موضوع المهام، فالتطبيق التاني هو تطبيق تودو لمايكروسوفت. التطبيق بسيط واستخدامه سهل ومفهوش زحمة التطبيقات بتاعت التودو التانية. بتحطوا المهام عادي في يومكم، وتقدروا طبعا تحددوا المواعيد بتاعتها وان هو يذكركم، ويعني الحاجات العادية. هتلاقوا برضو لما تدخلوا في اي مهمة من المهام بتاعتكم، لو هي فيها خطوات مثلا، او لو انتوا عايزين تضيفوا ملاحظات اكتر، تقدروا تعملوه في التطبيق ده. تقدروا برضو تتحكموا في شكل التطبيق، مثلا تحطوا صورة او تغيروا اللون، هتلاقوا اوبشنات كتير يعني. تقدروا برضو تعملوا زي مجموعة كده، او هي شبه المجلد، وتحطوا فيها ليست زي الفايلات كده، وبس يعني تنظموا المهام بتاعتكم في التطبيق، وهتلاقوا الموضوع سهل وبسيط جدا. انا عامة شايفة ان تطبيقات التودو مهمة في اي موبايل. التطبيق التالت تطبيق اساسي جدا، وانا شايفة ان معظمنا بيغفل عن الحتة دي، وهو بيعمل زي فلترة للضوء الازرق اللي طالع من الموبايل. تقدروا تتحكموا في حاجات كتير، زي مثلا شدة اللون اللي انتوا بتختاروه، وبرضو تختاروا اللون اللي يناسبكم. كل ما درجة الحرارة بتاعت اللون زادت، كل ما الضوء البرتقاني او الاصفر يعني على حسب زاد، فالضوء الازرق قل. وبرضو تقدروا تتحكموا في المواعيد بتاع امتى التطبيق يشتغل وكده. رابع تطبيق هو تطبيق غني عن التعريف، تطبيق فورست. هو تطبيق للتركيز، بيستخدم تقنية البومودورو أو تقنية الطماطم، عبارة عن 25 دقيقة و5 دقايق بريك، أو 50 دقيقة أو 10 دقايق بريك، أو انتوا بس ممكن تحددوا الوقت اللي يناسبكم. بعد ما تقلبوا في التطبيق شوية، هتلاقوا ان انتوا عندكم مزرعة. كل ما تخلصوا سيشن تركيز، كل ما بتزرع نبات جديد في المزرعة بتاعتكم، وكل ما بتخلصوا أكتر كل ما بتزرع أكتر، فدي حاجة زي حافز كده. هتلاقوا في التطبيق برضو زي أصوات مطر أو أصوات طبيعية، ممكن تشغلوها، بس يعني مش أحسن حاجة. لو انتوا طلعتوا برا التطبيق أثناء تشغيله أو أثناء فترة التركيز بتاعتكم دي، فمع الأسف النبات هيموت وهيبقى شكل المزرعة بتاعتكم وحش. التطبيق الأخير هو كام سكانر. التطبيق ده مهم سواء كنتوا طلاب أو لأ. في مميزات كتير، وأهمها هو السكان. بيعمل سكان للصور بتاعتكم أو لصفحة انتوا صورتوها مثلا، ودي بتسهل بقى القراية بتاعت الصفحة دي، لأنه أحيان كتير بنصور مثلا صفحة وفي الآخر نكتشف إن الصورة مش واضحة أو الكلام مش واضح. فمهم إن احنا نخلي الكلام الصور بتاعتنا اسكان لو احنا هنبعته لأي حد يعني. في فلاتر، في يعني حاجات كتير، اوبشنات كتير. تقدروا كمان تحولوا السكان بتاعكم او الصور بتاعتكم اللي انتوا عملتوها سكان لبي دي اف، تقدروا ترسموا او تعدلوا عليها. فالموضوع بصراحة حلو، والبرنامج فيه اوبشنات كتير بصراحة. بس
وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي في الفيديو. شاركوني تحت في التعليقات تطبيقاتكم المفضله اللي بتحبوا تستخدموها، وايه اكتر تطبيق حسيتوا انه هيكون مفيد ليكم، وعرفوني اذا عجبكم النوع ده من الفيديوهات وحابين اني اعمل لكم اكتر. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اشوفكم في الفيديو الجاي.